هي مش بتحبك، هي محتاجة وجودك جنبها لفترة بس علشان تواسيها أو علشان تنسيها. هو مش بيحبك، هو بيحب حبك ليه علشان هو أناني وبيعوض نقصه بوجودك جنبه. وكل ده اسمه حب مصلحة. كل إنسان عنده عقل وقلب صادق بيقدر يميز بين الحب اللي بجد وبين الناس الكدابة أو بتوع حب المصلحة، مهما كانت براعتهم في الكذب والخداع، لكن حقيقتهم بتظهر غصب عنهم مع الوقت وفي المواقف المختلفة. بس الأهم إنك ما تعملش نفسك مش شايف وتفضل تطلع في أعذار علشان أنت بتحبه ومش عايز تشوف الحقيقة. ما تغمضش عينك وتدوس على كرامتك تحت مسمى الحب والتضحية، لأن كل ده في الآخر بيسحب من روحك وطاقتك وقدرتك على الاستمرار. واللي يقدرك الوجع والإهانة والجرح ده عمره ما حبك بجد. علشان كده لما تحبوا لازم تحبوا بعقولكم وقلوبكم سوا، لازم تشوفوا بعين القلب وعين العقل، وما تلغوش دور العقل والمنطق في الحب ابدا، لانه ساعتها بتكون نهاية الطريقة وجع وجرح كبير. وما تستخدموش عقولكم بس، لان ساعتها مش هيبقى اسمه حب، وهتكون الحياة جافة وروتينية وكمان مملة. التوازن والاعتدال في كل شيء ده احسن واريح حاجة لقلوبكم وارواحكم وعقولكم وحياتكم في العموم. ونصيحة مني، اوعى تحب حد قوي علشان ما تنجرحش قوي الا لو كان شريك حياتك، لان الحب الاولاني بيوجع قوي ومش بيتنسي بسرعة. واحبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما. بس كده، سلام عليكم.